طبعا انت في شغلك مشتت، مش مركز في شغلك، في العمل مع صحابك برضو مشتت، قاعد في اي اجتماع مشتت مش مركز، بتحاول انك تذاكر مش مركز، بتحاول تعمل اي حاجة في كلام مهم جدا بيتقال وانا عايز اركز فيه كويس جدا برضو مش مركز. فطبعا بتوصل لمرحلة من الشعور بانك مكتئب، زعلان، حاسس انك مش عارف تعمل اللي انت عايزه. الحاجات دي بترجع لعدة عوامل مهمة جدا. أول حاجة لازم تحدد أهدافك. المشكلة إنك ما عندكش حاجة أنت عايز توصل ليها، فلازم إنك تحدد أهداف، لازم تعرف أنت عايز إيه، ده بيساعدك على إنك تركز. تاني حاجة عايز أقولك عليها ودي مهمة جدا، وهي التركيز على المهم. ركز على الحاجات المهمة، الحاجات الأكثر أهمية أولا، ده بيساعدك كتير جدا على إنك تركز. عايز أقولك إيه تاني، لازم إنك تتخلص من أي حاجة بتعمل لك مشتتات. المشتتات اللي اصلا بتاثر على تركيزك، يعني انت ممكن تبقى قاعد بتتكلم مع حد معين، قاعد في اجتماع، قاعد بتذاكر، قاعد في شغل، قاعد في اي مكان، انت صدقني مش عارف تركز لانك في حاجات في دماغك عامله لك تشتت. لازم انك تتخلص منها، انك لازم تستريح، لازم تاخد ريست، لازم تاخد استراحة في أوقات معينة. ده بيساعدك على إنك تجدد طاقتك، بإنك تحسن تركيزك. يعني صدقني فترات الصلاة اللي متوزعة على اليوم كامل، اللي هو فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، الخمس فروض دول متوزعين على اليوم كامل بشكل إعجازي، لإنك فعلا بتبقى محتاج على مدار الأوقات إنك تريح، تاخد قسط من الراحة، فده هيتوفر معاك في الصلاة. فلازم إنك تنتظم في الصلاة أولا من أجل ربنا، وتاني حاجة من أجل إنك تحافظ على تجديد طاقتك وتركيزك. خامس حاجة، أنت ما بتحاولش إنك تعمل تدريب ذهني، لازم تنشط عقلك كل شوية، لازم إنك تستخدم حاجات زي الألعاب، زي الألغاز، الحاجات اللي هي بتنشط عقلك باستمرار. بعض الأوقات كده اقعد افتح لعبة معينة، حل لغز معين، المهم إنك تنشط عقلك. الحاجة اللي بعد كده والمهمة جدا، النوم الجيد. لازم تحصل على نوم جيد خاصة بالليل، ده اللي هيخليك تحافظ على مستوى تركيزك ويعمل نشاط لعقلك. الحاجة اللي بعد كده التغذية السليمة، لازم إنك تتناول طعام صحي عشان تقدر تحافظ على تركيزك، وده برضه بيساعدك على النشاط والتركيز. الحاجة المهمة كمان إنك لازم تمارس رياضة، الحاجة دي مهمة جدا. المشكلة إن كلنا بنكسل نعملها، وهي حاجة أساسية للتركيز، بتزود قدرتك على التفكير الجيد، وبتحسن جدا من تركيزك، لأنك لو جسمك سليم ومتغذي كويس وعضلات جسمك كويسة، ده بيعود بالنفع على عقلك وعلى تركيزك. الحاجة اللي بعد كده عايز أقولك إنك لازم تقلل شوية من التوتر، لأن التركيز بيجي مع الراحة النفسية، بيجي مع الراحة بشكل عام، فحاول إنك تقلل من التوتر قدر المستطاع. الحاجة الأخيرة اللي أنا عايز أقولك عليها، لازم إنك تركز على اللحظة الحالية، لازم تركز في الواقع اللي أنت عايشه حالا، في اللحظة اللي أنت فيها حالا، لازم إنك تركز على اللحظة الحالية اللي أنت موجود فيها. فالحاجات دي كلها هتساعدك جدا على إنك تركز بنسبة 100% بإذن الله. سلام.